النهارده هنكمل قصة يأجوج ومأجوج. بعد آلاف السنين من حبسهم ورا السد، هيجي يوم في آخر الزمان وقت ما يكون انتشر الفساد في الأرض، وهيخرج يأجوج ومأجوج فورا. هيخرجوا بسرعة رهيبة زي الطوفان اللي بيجري في كل حاجة قدامه، يكتسح القرى وياكلوا الزرع ويشربوا المية، حتى انهم لما يعدوا على بحيرة طبرية في فلسطين يشربوها لحد ما تنشف تموها، ولما يجي يعدوا عليها ويلاقوها فاضية يقولوا كان هنا مية. مين هيقدر يوقفهم؟ عددهم ضخم جدا زي الجراد اللي بيغطي السماء. حتى ان سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل في اخر الزمان ومعاه المؤمنين هيهربوا لجبل الطور في سيناء. محدش يقدر يواجههم حتى بأي قوة بشرية، لكن ربنا مش هيسيب الأرض ليهم، هيهلكهم بقوة عجيبة. ربنا هيبعث عليهم نوع من الدود القاتل هيخترق رقابهم ويموتهم كلهم في لحظة واحدة. الأرض كلها هتبقى مليانة بجثثهم وريحة الموت هتنتشر في كل حتة. لكن سيدنا عيسى والمؤمنين هيدعوا ربنا إنه يخلصهم منهم. ساعتها ربنا هيبعت طيور ضخمة تاخد جثثهم وترميها بعيدا عن الأرض، وينزل المطر ينظف الدنيا من ريحتهم. لكن في بلدين مش هيدخلوهم ابدا رغم قوتهم وعددهم الضخم: مكه والمدينه. ودي نهايه اخطر قوم مروا في تاريخ البشريه، واللي كانوا اكبر فتنه عظيمه للعالم. وده اكبر درس بياكد لنا ان مهما زادت قوه البشر، ان القوه الحقيقيه بيد الله وحده.